الآن نسمع المشاكل والمصائب في العالم، براكين، زلازل، خسائر مادية اقتصادية، تلوث، كل هذه الأمور، وثم ترجع إلى أسباب مادية. والله جل جلاله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر. ما قال السماء اللي تقابل البر والبحر. البر والبحر يعني أرض، وكل ما ذكر الله سبحانه وتعالى الأرض تذكر السماء، ولا ليه ما ذكر الله سبحانه وتعالى السماء هنا؟ نكمل الآية: ظهر الفساد في البر والبحر. ليش؟ بما كسبت أيدي الناس. أنا وأنت لا تقعد تقول نقعد نرجعها لأمور ليس لها علاقة وطبيعية، لا والله ما هي طبيعية. بما كسبت أيدي الناس. تسأل تقول لما؟ ليذيقهم كل اللي عملوا. لا، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا كله ما عاد تلقى أحد على الدنيا فاضية، أرض فاضية ما ترك على ظهرها مدى، لكن جمعت وصار الدمار كله على بعضها، جوزين ببعض الأعمال اللي عملناها في خلواتنا وأمام الناس جمعت. قال الله: كل هذا الفساد ليذيقهم بعض الذي عملوا ويعطيك المخرج لعلهم يرجعون. ما في مخرج تقعد تراجع نظامك الاقتصادي، المخرج أن ترجع إلى ما يريد الله عز وجل. كما كنت سبب في ليش السماء ما فيها شيء؟ ليه ما فيها فساد؟ ما فيها مستشفيات، فيها أمراض، فيها خلق من خلق الله عز وجل، لأن ما فيها فساد، فما يعصى الله عز وجل فيها. إذا يعصون الله ما أمره ما فيه. وهذا على نطاق الفرد، وما أعظم الله جل جلاله. إذا أراد أن يذيقك البأس في نفسك أذاقك إياه، وإذا أراد أن يوسع الدائرة ويذيقك إياها مع أهلك وجعل كل عائلة تبأس يجعلها تبأس، وإذا أراد أن يذيق الحي أو المدينة أو الدولة أو يريد أن يذيق العالم كما فعل في اقتصاد الدنيا جل جلاله. الله فعال بما يريد سبحانه وتعالى. ركز النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القلب. اللهم جماعة شوفوا الدعوات هل ندعوها من قلب ولا لا؟ اللهم حبب إلي الإيمان وزينه وين؟ في قلبي.